السلام عليكم، معاكم سلوى المطيري. في تاريخ 22 فبراير قبل يومين نزلت فيديو. كنت زعلانة ومتضايقة وحزينة، بعدين قطعت عن اليوتيوب. سبحان الله، لما تزعل الناس اللي تحبك هم اللي يجون يسألون عنك. فأول اتصال جاني من شخص من قطر أنا أعرفه، قال لي قطر ترحب فيك واحنا نحترمك وانا اكلك كل الاحترام، حياك الله في قطر. الاتصال الثاني جاني من مكتب الرئيس السيسي، كلمتني احد سكرتاريته، قالت لي الرئيس السيسي كلك كل الاحترام ويقولك حياك الله في مصر. اما الشخص الثالث هذا لم يكن اتصال، لا كان جاء شخصيا، اللي هو الأمير هاري، جاء قابلني شخصيا. سبحان الله، أنا لما شفته تفاجأت بمقابلته، بس سبحان الله تذكرت طلبي من المكرمة لما قلت أبي أقابل الأمير هاري، فسبحان الله تحقق طلبي ولله الحمد. بس يعني لما تزعل يطلعون الحبايب يسألون عنك. هذا الشغلة أنا أحب أقولها. الشغلة الثانية اللي أنا بتكلم فيها الحين، في معرض مقام في قصر كندس، ما شو اسمه هذا، قصر الملكة ديانا، معرض حق ملابسها. بهذه المناسبة بقول حق الأمير ويليام معلومة ربما تكون ما يدري عنها، وربما يكون يدري عنها، الله أعلم، لكن هذه المعلومة أنا جايبتها من مصادر موثوقة. وطبعا مخابرات الكويت ومخابرات الدول العربية يعرفون معلومات سلوى، عمري ما جبتهم معلومة مضروبة، عمري إذا كنت أقول لهم هذه معلومة واثقة فيها يعرفون كلامي صحيح. المعلومة شنو هي؟ الرئيس السيسي قبل كم سنة، يمكن سنتين، قال لي ان دودي الفايد كان يعلم الأميرة ديانا اللغة العربية. فيعني هذه المعلومة يعني تبين نوع علاقتهم، مو مثل ما قالوا انهم مو مثل ما بعد ما ماتوا المساكين حطوا عليهم انهم كانوا بيتزوجون وهذه دبلة الخطوبة وهذه الصورة كانت حامل هذا الكلام غير صحيح. المعلومة الصحيحة أنا أخذتها من السيسي، وطبعا أنتم تعرفون السيسي رجل مخابرات له 40 سنة، لما يعطي معلومة أكيد المعلومة تكون صحيحة. وأصلا تلاقون المخابرات الكويت وبريطانيا يدرون عن الموضوع هذا، لأن أكيد تلفوني مراقب وأكيد يدرون عن هذه المعلومة. هذا اللي أنا حبيت أقوله. فأنا لما أجي أتكلم ما أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من مصدر معلومات. فالأميرة ديانا الله يرحمها لما عرفت الدكتور الباكستاني ربما كانت تتعلم منه اللغة، ولما عرفت دودي كانت تبي تتعلم منه اللغة العربية. وهذا طبع الملوك، يحبون يتعلمون ثقافات الدول الأخرى. وأصلا يكون معلومكم، مرة في مصري الله يذكره بالخير قال لي سلوى صرتي تاجرة مليونيرة شو بتسوي؟ كان قلت بشتري بحط قالوا بعدين، قلت بصراحة، قال لي قلت كل مدة أتزوج شخص يكون من لغة، يعني مرة أتزوج إيطالي وبعدين أتعلم منها الإيطالية، بعدين أطلقه وأتزوج روسي، وبعدين أطلقه أتزوج فرنسي. المهم يعني أتعلم لغات عشان أتثقف، عشان أسافر دول، أعرف لغات الشعوب. فهذا نوع من الثقافة اللي هي تعلم اللغات واطلاع على ثقافات أخرى.